السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متتبعي الأعزاء. اليوم بغيت نشارك معكم واحد الطورطية كتجي شهوة منها، سهلة وبسيطة ومكونات هي موجودة كذلك في كل مطبخ. كناخد 5 حبات أو 6 ديال البطاطا، كنديرهم يتسلقوا في الماء مع قليل جدا من الملح. كناخد حبة كبيرة ديال البصلة اللي كنقطعها طريفات صغار، كنوضعها جانبا في شي إناء. كناخد واحد 2 حبات ديال الفلفل او الفلافل الحمراء والخضراء، كنحيد ليها النباتة ونحيد ليها الزريعة اكيد، وكنقطعها اون جوليان، كنقطعها هكا اصابع. من بعد ما كنقطع الخضراء والحمراء كنعاود نقطعهم قطع صغيرة هكا مرصوات على شكل دي. حتى هما كنجمعهم في واحد الاناء، كنغسلهم بعدا باش اللي بقات شي زريعه ولا شي حاجه كتطلع الفوق تنحيدها. كنسقطرهم من الماء وكنخلطهم مع ديك البصيله اللي كنت قطعت. كنخلطهم مع بعضهم، كنحطهم جانبا. كناخذ البطاطا، ما كنطيبهاش 100% باش ما تعصدش ليا، كتبقى شاده شويه في راسها، ولكن راها في نفس الوقت طايبه مزيان. كنقشرها ونقطعها حتى هي على شكل اصابع. كيف كتشوفوا راه باقا سخونه، باقي البخار طالع منها. علاش الكوزينه من بعد ما قطعتها اصابع كنعاود نقطعها طريفات باش غادي ان شاء الله من بعد غادي نقليها. كناخذ المقلاة، كنوضع فيها الزيت، كنوضعها على النار حتى كتسخن الزيت، عاد كنبدا نحط في هذوك القطع. كتجي مقليه احسن من الا دارت بلا قليان، كتجي لذيذه بزاف. راه في ساعه تقلى، ماشي ما كتاخذش وقت طويل بزاف. صافي ملي كتبدا تحمر ليا كنبدا نحيد فيها بشويه بشويه. داك الزيت اللي قليت فيه باش ما يضيعش كنقص تقريبا نص ديالو ولا حتى اكثر من النص في واحد الزليفه ونخزنو حتى نعاود نخدم به شي حاجه. وهذاك ما تبقى من الزيت كنبدا نوضع فيه البصله والفلفله الحمراء والفلفله الخضراء. كنحرك مزيان. كناخذ واحد 3 ديال الفصوص ديال الثوم، كناخذ الحكاكه، كنحك هذيك الثومه فوق من هذوك الخضيره ديالي. كندير القزبر والمعدنوس من الفوق. كنزيد مليحه، شويه ديال البزار. كنحرك مزيان باش يندمجوا دوك العناصر. كناخذ واحد البول، كناخذ 6 ديال البيضات. هذه واحد المعلومه الا بغيتو تاخذوها، الا درنا 5 البطاطات كنديروا 6 البيضات، ولا درنا 6 البطاطات نديروا 7 البيضات. ديما بيضه زايده على عدد الحبات ديال البطاطا باش تجينا لذيذه وتجينا ما تجيش ناشفه، تكونش غالبه البطاطا على البيض.
كنخلط مزيان البيض، كنطربو مزيان. صافي كناخد هذيك البطاطا اللي كنت قليت، راه بردات شويه، كنحطها على البيض، كنخلط شويه، كنعاود ناخد ديك الخضار ديالي اللي قليت حتى هي راه بردات، ونخلط كلشي في بول واحد. كيعودوا خلطه وحده، البيض والبطاطا والفلافل والبصل وكلشي، التوابل راك شتو، الثومه، الربيع، الملحه والبزار. كناخد مقلاة نقيه كندير فيها زبيده، كنوضعها فوق النار باش تسخن وتذوب دغيا. كناخد الخلطه ديالي بحال كنقسمها على جزئين، كنوضع النصف الاول وكناخد الفرماج. عندي 4 ديال الانواع، لي كاتخ فروماج، عندي لي دام وعندي لي مونطال والفيتا والموتزاريل. وعاد كناخد الجزء الثاني وكنصبو من الفوق. راه كنقول لكم واحد الطورتيه كتجي شهيه ولذيذه، غير جربوها بهذه الطريقه، كتجي منظر ومذاق. كناخد واحد الصحن كنقلبو على المقلاة حتى كتقلب ليا الطورتيه على الوجه الاولاني، شفتوا كي جات محمره. نخلي واحد 5 دقائق، 4 دقائق حتى 5، كنحس بها تحمرات. وناخد تاني الصحن مره اخرى وكنوضعو فوق من المقلاة ونقلبها على الوجه الثاني، كتعطيني هذا الشكل. راه شهيه ورائعه، بالصحه والراحه، مع السلامه.